بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الأول الإعدادي يا سنة أولى. كانت في طالبة كتبت لي في التعليقات إن هي عايزة حل امتحان محافظة المنيا. رقم الامتحان 20 من كتاب الامتحان صفحة 187. لو في أي سؤال ما انتش عارفه، أي محافظة عايز حلها اكتب لي في التعليقات أو كلمني على الواتس. أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. وأول سؤال عندي الخريطة، خريطة العالم. طب بيقولي رقم 1 دي قارة إيه؟ آسيا. رقم 2 ده هو المحيط، ده هو كله الهادي. رقم 3 بيقول لي دائرة عرض، مش ده هي قارة أفريقيا؟ ده هي قارة أفريقيا، لا ده بيعدي من نص أفريقيا يبقى دائرة الاستواء. ده بيعدي من نص أفريقيا يبقى دائرة عرض الاستواء. طب رقم 4 بيقول لي البحر، ده هو البحر الأحمر أهو. 5 بيقول لي دي قارة إيه؟ الصغيرة، ده هي قارة استراليا. طيب بيقول لي 6 مدار، لدم بيعدي من قارة استراليا يبقى مدار الجدي. لدم بيعدي من قارة ايه؟ استراليا يبقى مدار الجدي. طيب اكتب المصطلح الجغرافي: أجسام كبيرة الحجم مضيئة وملتهبة ومتوهجة تشع ضوء وحرارة. النجوم أنصاف دوائر، وانت مغمض لدم قالك أنصاف دوائر تبقى خطوط الطول. لدم قالك أنصاف دوائر تبقى خطوط الطول. طب هو قالك دوائر على طول، بدأت بدوائر، لا تبقى دوائر العرض، لكن هنا بيقولك أنصاف دوائر تبقى خطوط الطول. هزات أرضية سريعة تحدث في أجزاء معينة في القشرة الأرضية، الزلازل. صح وغلط. المجرة هي تجمعات من النجوم مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع. صح. الأرض مفلطحة عند دائرة الاستواء ومنبعجة عند القطبين. غلط، كلنا عارفين مفلطحة فيها طه تبقى عند القطبين اللي فيها طه. طيب هو هنا عكس. تنحرف الرياح يسار اتجاهها في نصف الكرة الشمالي. غلط، لدم يسار يبقى الجنوب. طب هنا أشيل اليسار واكتب يمين، يمين الشمال. تتعامد الشمس في فصل الخريف على مدار السرطان. غلط، خريف وربيع خط الاستواء. خريف وربيع تتعامد على خط الاستواء. قارن بين النيازك والشهب. ادي المقارنة: النيازك أجسام فضائية صلبة مختلفة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق جزئيا. يبقى بتحترق ايه؟ جزئيا. وما يتبقى منها يسقط على سطح الأرض. الشهب أجسام فضائية صلبة صغيرة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا، مكونا سهاما ضوئيا نراها تجري في السماء. يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من أنه جسم معتم. ليه؟ لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. الشمس مصدر الحياة على سطح الأرض، لأنها تمد كوكب الأرض بالضوء والحرارة. تسمية خط جرينتش بهذا الاسم نسبة لبلدة جرينتش التي تقع جنوب مدينة لندن، والتي عقد بها المؤتمر الجغرافي عام 1884 لتحديد خط الطول الرئيسي. أهمية الماء: يعد سر الحياة ويحتوي على الكثير من الثروات مثل الأسماك والأسفنج واللؤلؤ والأصداف والأملاح وغيرها. تعاقب فصول السنة الأربعة. ليه؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس. لو انت طالب الحفظ صعب عليك اكتب لحد هنا: بسبب دوران الأرض حول الشمس. الشاطر بقى يكمل: من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 وربع يوم، أي الدورة السنوية، مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد، فتتعامد الشمس على دائرة عرض رئيسية معينة في فترة زمنية محددة. ما النتائج التي ترتبت على دوران الأرض حول محورها مرة كل 24 ساعة؟ أدى إلى 4 نتائج اكتبهم واحفظهم صم. أول واحدة ظاهرة تعاقب الليل والنهار. تاني رقم 2 حدوث ظاهرة الشروق والغروب. 3 انحراف الأجسام الساقطة على سطح الكرة الأرضية عن الخط العمودي. 4 انحراف الرياح، يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي ويسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. ثانيا التاريخ أكمل وهنختار من هنا.
شيد المصري القديم مسكنه في العصر النحاسي من الطوب اللبن. أمر الملك مين بنحت تمثال أبو الهول اللي في النص خفرع. أنت عندك خوفو وخفرع ومنقورع، يبقى اللي في النص خوفو. خفرع يبقى اللي في النص يا ولاد خفرع، لأن في طلبة بتتلخبط فيه في السؤال ده. يبقى أمر الملك مين بنحت تمثال أبو الهول، هقول له خفرع. يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر، أقول له الرخاء الاقتصادي. صاحب النفوذ المطلق في مصر القديمة فرعون. ما النتائج التي ترتبت على حلول الجفاف والهضاب بمصر في العصر الحجري القديم؟ نزل المصري القديم إلى وادي النيل، حيث هتكتب 3 بقى حاجات: 1 عرف الزراعة، 2 عاش حياة الاستقرار بدلا من التنقل والترحال، 3 أقام المقابر لدفن الموت. يبقى ترتب على ذلك نزول المصري القديم إلى وادي النيل. واكتب كل ده لو انت حافظه، يعني اكتب كل حاجة لو انت حافظها. زيادة مسؤوليات فرعون في مصر الفرعونية ترتب عليها نتيجتين 2: 1 اتخاذ فرعون وزيرا له، 2 ظهور منصب الوزير في مصر الفرعونية. أهمية اكتشاف النار في العصر الحجري القديم بما تفسر ليه؟ حيث استخدمها في طهي الطعام والإنارة وإبعاد الحيوانات المفترسة. تسمية هرم سقارة باسم الهرم المدرج، لأنه هرم مدرج يتكون من 6 مساطب شيدة فوق بعضها البعض. نجاح الهكسوس في غزو مصر ليه؟ ل3 أسباب: 1 ضعف البلاد وانتشار الفوضى والاضطرابات نتيجة الفرق بين حكامها ونزاعهم على الحكم. كفاية تكتب رقم 1 ضعف البلاد وانتشار الفوضى. 2 كثرة عدد الهكسوس. 3 تفوق الهكسوس من الناحية الحربية حيث استخدموا العجلات الحربية. شهرة الملك توت عنخ آمون، لأن شهرته تعود إلى مقبرته التي تم اكتشافها عام 1922 والتي تدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم الذي بهر العالم كله. يعد الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا. ليه؟ حيث تميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه وارتفاعه والمساحة الكبيرة التي بني عليه. اكتب الأسود ده كمان. قارن بين مملكة الشمال والجنوب من حيث العاصمة والشعار والمعبود والتاج. مملكة الشمال العاصمة بوتو، لكن الجنوب نخب. لون التاج في الشمال أحمر وأبيض في الجنوب. الشعار هنا نبات البردي، لكن في مملكة الجنوب زهرة اللوتس. المعبود في مملكة الشمال ثعبان الكبرى، وفي مملكة الجنوب أنثى النسر. من هو وحد مصر كلها عام 3200 قبل الميلاد؟ الملك مينا أو نعرمر. حفر قناة سيزو ستريت سنوسرت الثالث. لكن لو قالك في الامتحان أعاد حفر قناة سيزو ستريت، هنا أقول له الملك نخاو. طيب، انتصر على أمير قادش في معركة مجدو. هنا هيبقى تحتمس الثالث. اوعى تتلخبط وتكتب لي رمسيس الثاني، لا، رمسيس الثاني كانت معركة قادش، انما هنا بيقول لك معركة مجدو، يبقى تحتمس الثالث. انتصر على الليبيين عند وادي النطرون، رمسيس الثالث. اكتب المصطلح التاريخي. وظيفة في مصر الفرعونية كانت محل تقدير واحترام الناس، وظيفة الكاتب. كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. الحضارة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية يبقى على طول ده تعريف الحياة الاقتصادية. لو في أي سؤال ما انتش عارفه يا سنة أولى، محتاج مني أي حاجة، ما تترددش لحظة واكتب لي في التعليقات أو كلمني على الواتس، وافتكر دايما إن أنا هنا موجودة علشان أساعدك. وربنا معاكم يا سنة أولى.